اوصلها في المحتوى التاني. ده التفكير الايجابي اللي شغلت بالي بيه. لكن لو انا ما شغلتش بالي بالتفكير الايجابي وشغلت بالي بالتفكير السلبي اللي هم 3 ايام ضاعوا ومجهود ضاع في المونتاج وعطله وكلام من ده، وطبعا المحتوى العلمي بيأثر على شغلي. يعني انا حرفيا ببقى واخده اجازه من شغلي، ببقى موقفه شغلي علشان اصور المحتوى العلمي. علشان كده انا بقالي سنين بدرس في مجال علم النفس ومجال الارشاد الزواجي والكلام ده كله، ولكن ما كنتش لسه بقدم محتوى علمي لان هو صعب في تحضيره وصعب في عمايله. فعلشان كده كنت مأجلاه لما اروق دنيتي شويه، وكمان ابقى مركزه على حاجه معينه. طبعا المحتوى العلمي انا كنت بدخله لكم في محتوى ترفيهي، وما زلت وهفضل ادخله في محتوى ترفيهي، لان الارشاد الزواجي والارشاد الاسري ده خاص بالاسره، خاص بكل افراد الاسره، بالاطفال الصغيرين، بالمراهقين، بالناس الكبيره. فعلشان كده دايما بدأ احاول ادمج لعب في الموضوع، بطلع العب معاكم وبطلع اهزر معاكم، وده هيفضل موجود في اليوميات. انا عامله لكم محتوى علمي في مكان خاص لوحده، لان اصحاب المحتوى العلمي اللي بيحبوا يتفرجوا على محتوى علمي مش نفس السن اللي هيتفرج على يوميات ولعب وهزار. يوميات ولعب وهزار، وان انا اوري لهم الزوج والزوجه بيتعاونوا، والزوج والزوجه بيهزروا، والزوج والزوجه بيلعبوا، والزوج والزوجه بتبقى حياتهم جميله. ده للسن الصغير اللي بيتم اللعب في افكاره دلوقتي، اللي طول الوقت بيتصدر لهم مشهد ان الجواز صعب، ومشهد ان لا المشي من غير جواز تمام وبلاش جواز. لا، دول لازم نركز معاهم ان الصورة اللي هم يبقوا شايفينها كلها لعب وهزار ومرح ومشاركة وحياة لطيفة، زي ما بيشوفوا الحياة ما بين غير المتزوجين برضو لعب وهزار. هي دي الطريقة اللي بتوصل لهم المعلومة. فبدل ما انا اخليهم طول الوقت شايفين علاقات مش تمام، لا، اخليهم يشوفوا علاقة زوجية، اخليهم يشوفوا اطفال بيلعبوا مع عمتهم مثلا، زوج وزوجة بيلعبوا بيهزروا. ده في اليوميات وده في المرح اللي احنا كنا بنعمله. فحاليا بنجهز محتوى تعليمي بقى. الصدمة بقى اللي حصلت دلوقتي بعد ما خدت بريك علشان نتغدى، هم ادونا بريك في المحاضرة لان طبعا هي 5 ساعات متواصلة. خدت بريك. بعد ما خدت بريك للأسف زي ما انتم شايفين كده وانا بجهز العصير اللي انا كنت مقشراه من البداية، اللي حصل في بيضه وقعت، ودي ما ينفعش اسيبها. فما كنتش عارفه اعمل ايه، ما كنتش عارفه اسيب البيضه وراحتها تطلع في الثلاجه ولا اعمل ايه. بس سيطرت على الموقف وعملتها. بعد كده عملت العصير ورحت كملت. ويا ترى بقى انتوا جاهزين لكل اللي هيحصل الفتره الجايه؟ جاهزين بقى للكورسات اللي هديها لكم؟ الحاجات اللي اتعلمناها في السنين اللي فاتت دي هتاخدوها على طبق من ذهب. جاهزين؟ يلا بينا بقى نستعد للي جاي ان شاء الله.